ترجع عند اكرم. نقاش كيلعب الكره ديالو، محاوله ممتازه، فرصه دخول داخل منطقه الجزاء، عمليه هجوميه، جول كاريرو يضع الكره في الشباك. كاريرو غوسو يتمكن من زياره الشباك اولا، لعبت بالمقاس من جوال من بيع، ثم كاريرو يضع في الشباك معلنا الهدف الاول في هذا اللقاء. فرحه كبيره للاعبي فريق الجيش الملكي. لاحظوا الطريقه ديال الانطلاق، جوال بيا قام بالمطلوب، مراوغات تمريره داخل منطقه الجزاء، وكاريرو غوسو يضع الكره في الشباك. الانغولي بخبره سنوات، نعم، يضع الكره في الشباك. لاعب سابق في بيترو اتلتيكو لواندي. تمريره جيده ووضع الكره في الشباك. يتمكن اذا لان يكون اليوم منتصر متقدم، لكن ايضا لاعبين فريق نهضه بركان بامكانهم ايضا انهم يلقاو الحلول. كره عند حريمات عميد فريق الجيش الملكي، تمريره تعود للخلف، الانطلاقه تاتي من جانب من جانب لاعب من فريق النهضه بركان الان. محاوله، فرصه من جانب سانتوس، يصوب، جول يعودون. سانتوس يضع الكرة في الشباك. سانتوس يسجل الهدف الأول على حساب فريق الجيش الملكي هذا الموسم. سانتوس باربوسا الذي تمكن من وضع الكرة في الشباك ومعادلة النتيجة. معين الشعباني يظهر في الصورة على أنه راضي كل الرضا على سانتوس وعلى الهدف الذي أتى في اللحظة الماضية. إذا النهضة البركاني يشوف الإعادة، شوف طريقة بناء هذه العملية الهجومية، لعبت بهذه الكيفية. كرة صوب سانتوس سيئة بالمقاس وضعها في الشباك في الزاوية 90. لم يتمكن من تحريك ساكن أيوب خياطي لمتابعة هذه الكرة، بل تبعها بالعين المجردة. صعيب إيقاف هذه الكرة. شوف تلعبات في الزاوية البعيدة، تلعبات في الزاوية 90 وتم وضعها في الشباك من سانتوس الذي